السلام عليكم ومرحبا بالجميع في القناة ديالي. اول قصة غادي نبدا بها هي قصة واقعية 100% من مجتمعنا المغربي، لكن هذه القصة حزينة ومؤلمة في نفس الوقت. قصة اليوم هي للعبرة وبالخصوص للآباء والأمهات اللي عندهم ولاد في سن الزواج. هذه قصة سميرة بنت واحد المدينة صغيرة، والضبط في واحد الفيلاج نواحي هاد المدينة. عاشت وكبرت مع عائلتها اللي كانت كتكون من باها وامها وخوتها. وملي سميرة وصلت لسن الزواج جاها نصيبها، ولكن ما كملش لأسباب يعلمها الله. وجاها نصيبها المرة الثانية، ولكن هاد المرة كان راجلها مزوج وعنده ولادو، ولكن هي بغاتو تزوجات به وعاشت معاه بحال كل الأسر المغربية. ودازت الأيام والسنين، وسميرة ولا عندها وليدات، ولاد وبنات، وتعافرت معاهم هي وراجلها حتى كبراتهم. ولد سميرة الكبير وصل لسن المراهقة وبغى يتزوج واحد البنت اللي تعرف عليها وبغاها، لكن كان عندها ماضي وعندها بنية. وهنا القصة ديال سميرة غادي تبدا. ولدها فاتحها في الموضوع ديال الزواج من البنت اللي باغيها، وقال ليها انا باغي نتزوج بها وبغيتها، واخا عندها بنت كان بغيها بزاف ولكن عندها بنية انا ما غاديش نتخلى عليها. هنا كان رد الفعل ديال سميرة فحال جميع الامهات اللي عندهم اولاد اللي ما عمرهم ما تزوجوا وكيرفضوا فكرة انهم يتزوجوا بشي بنت عندها ماضي، مزوجة ومطلقة او لا عندها ماضي في حياتها. فبطبيعة الحال كان الجواب ديال سميرة هو لا، يعني رفضات ان ولدها يتزوج بهاد البنت اللي كيعرف واللي كيبغيها. لكن ولد سميرة بقى متشبت بالقرار ديالو بالزواج من هاد البنت وبغى يتحدى ماماه. وفي واحد النهار المشؤوم جا ولد سميرة وهو ناوي يحط ماماه امام الامر الواقع. جاب معاه واحد المادة قابلة للاشتعال وسول سميرة على اخر رد على زواجه، وملي رفضت من جديد خو على راسو هاد المادة اللي قابلة للاشتعال وشعل في راسو العافية. وهنا بدات الكارثة الكبرى ديال سميرة. ما كانش كتوقع ردة الفعل ديال ولدها، وكيف ما ذكرت لكم في اول القصة سميرة كتعيش في واحد المدينة صغيرة، واحد الفيلاج اللي قريب من هاد المدينة. مدينة ما فيهاش بزاف ديال الحوايج كينقصوها، وبالخصوص هاد الجناح ديال الناس اللي كيكونوا محروقين. ففي نفس الوقت اتصلت بالاسعاف وكتجري مسكينه وكتجاري، ولكن لسوء الحظ كان فات الفوت وما قبلوش ليها في المستعجله ديال هاد المدينه الصغيره ورسلوه للدار البيضاء. والمسكينه كانت شدات فيه العافيه وما وصل حتى كان فات الفوت، وكان انه الحروق ديالو وصلت للدرجه الثالثه. وما دازش بزاف ديال الوقت باش وصلوه لمدينة الدار البيضاء. مسكين كان فات الفوت ودخلوه المستعجلات والجناح ديال الحروق، ولكن مسكين لسوء الحظ ديالو كان اخر نفس كي يكون هنايا في هذا المستشفى هادي. فكان فات الفوت والحروق ديالو وصلت للدرجة الثالثة، وكان من المستحيل انهم يسعفوه. كيف ما قلت لكم كان فات الفوت، ومسكين ولد سميرة توفى ورجعوه مسكين في الصندوق مباشرة من الدار البيضاء للمقبرة مباشرة. وما تصوروش وما تخيلوش حالة سميرة وشعورها بالندم والذنب وحرقتها على ولدها اللي ضاع قدامها. الله، سميرة مسكينة ضاع عليها ولدها، وهي قصتها ما وقفاتش هنايا. وهنا غادي يبدا الجزء الثاني من قصة سميرة بعد موت ديال الولد ديالها الكبير. غتبدا قصة اخرى من البداية ديالها. من بعد ما دازت واحد المدة من مورا الموت ديال ولدها عاشت مسكينة حزن كبير، ولكن الحياة كتستمر. سميرة شدات حزنها في قلبها، ولكن عندها وليدات، عندها مسؤوليات، عندها راجلها، عندها وليداتها، ضروري ان الحياة كتستمر. دازت الايام وكبر ولدها الثاني، وصل الزواج يعني سن الزواج. وبالفعل ولدها الثاني ملي بغى يتزوج زوجاتو بالبنت اللي بغى،
وفرحات بيهم وعوضها الله بولدها. وما دازتش واحد المدة طويلة من بعد الزواج ديالهم، يعني في نفس العام تقريبا اعطاهم الله ورزقهم الله بواحد الوليد اللي سميرة بغات تعوض فيه كل ما ضاع. ربي كبير وكيعوض العباد ديالو، ولكن دائما المكتوب ما منه هروب. غادي تبدا معاناة سميرة من جديد مع مرات ولدها الثاني. الحياة الزوجية مستحيل أنها تدوز من غير مشاكل. ضروري ضروري، لا في العائلة المغربية ولا جميع العائلات على العالم كله دائما كيكونوا مشاكل. هنا غيجي واحد النهار اللي ولد سميرة غادي ياخد واحد القرار باش يهني المشاكل وباش يرتاح واحد شوية. غادي يعلمها بأنه غادي يتحول باش يسكن في مدينة أخرى. غادي يمشي هو ومراته وولده والعائلة ديال مراته. وهنا غادا تحط سميرة في نفس الموقف اللي دازت منه مع ولدها الكبير. سميرة رفضات أن ولدها يسافر هو ومراته وولده لمدينة أخرى، ونفس الفيلم غادي يتكرر مع ولدها الثاني. وحتى هو خدا نفس القرار ديال خوه وبغى يحط سميرة أمام الأمر الواقع. نفس الفيلم كيتكرر كنعاودها. مشى جاب نفس المادة القابلة للاشتعال وخواها على راسو وشعل العافية في الوقت اللي سميرة رفضات أنه يتحول هو ومراته وولده. فهاد اللحظة شعلت العافية في ولدها الثاني، ولكن الغريزة ديال الأمومة عند سميرة دفعاتها أنها تعنق ولدها وهو شاعلة فيه العافية. وهنا غادي يبغيو الناس يعتقوهم ويوصلوهم بالإسعاف ويديوهم للسبيطار. وكالعادة كما قلت أن هاد المدينة الصغيرة ما فيهاش الإسعافات الأولية للناس اللي محروقين، وما فيهاش جناح الطوارئ الخاص بالحروق. هزوهم مباشرة لمدينة الدار البيضاء. ونفس المصير اللي داز منه ولدها الكبير دازت منه سميرة وولدها الثاني. وهاد المرة كانت النهاية ديال سميرة كما كانت النهاية ديال ولدها الكبير. رجعات هي وولدها الثاني في صناديق، يعني مشاو في الصنادق مباشرة للمقبرة. وهنا سال الفيلم الحزين والمؤلم ديال سميرة والمصير اللي عاشوا مع أولادها، وخلات وليداتها صغار اخرين يتامى محتاجين حب ديال امهم وحنانها. ولكن قدر الله ما شاء فعل. القصة ديالنا سالت هنا، والنهاية ديال سميرة الحزينة هي وليداتها كتألم بزاف. هذه قصة واقعية 100%، وأنا من الناس اللي كانوا شافوا نفس القصة وحضروا ليها. وتقريبا أنني من الناس اللي كنت قريبة ليهم، يعني حتى في السكن. الله يرحمهم والله يغفر ليهم. ولكن العبرة من هذه القصة لكل أم ولكل أب اللي عندهم وليداتهم. راحنا كآباء وكأمهات ولادنا أمانة عندنا من عند الله. ربيهم قريهم وعلمهم أصول الدين وراقبهم وحميهم على قدر المستطاع. ولكن حرام نحطوهم أمام اختيارات صعيبة، يا إما الرضا ديال الوالدين أو لهاد الإنسان أو هذيك الإنسانة. اللي عليك نصحه وتوريه وفي الآخر الرأي ديالو. وحتى إلا ما نجحش في هاد العلاقة اللي اختار هو، حاول أنك توقف جنبه. راه صعيب الاختيار ما بين الوالدين وما بين أي شخص آخر.